أعرب جمال السلامي عن سعادته الكبيرة بتأهل النشامة إلى نهائي كأس العرب 2025 عقب الفوز الثمين على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء الاثنين، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل جماعي وانضباط تكتيكي عالي المستوى. وأوضح السلامي أن الجهاز الفني درس المنتخب السعودي بدقة وكان على دراية كاملة بأسلوب لاعبه وخططه داخل أرضية الميدان، مشيرا إلى أن التحضير للمباراة ركز على أدق التفاصيل التكتيكية نظرا لحساسية المواجهة وأهميتها، حيث إن أي خطأ بسيط كان من الممكن أن يغير مجرى اللقاء. وكشف مدرب الأردن عن لجوء طاقمه إلى بعض الأساليب التكتيكية لإرباك المنافس، من بينها الإبقاء على 3 لاعبين مصابين في دكة البدلاء رغم عدم جاهزيتهم للمشاركة، وذلك بهدف حماية خطط الفريق وعدم منح المنتخب السعودي أفضلية معلوماتية قبل وأثناء المباراة. وأضاف أن اللاعبين قدموا أداء قتاليا مميزا وتحلوا بروح عالية وانضباط واضح، ما ساهم بشكل مباشر في حسم بطاقة التأهل إلى النهائي. وتطرق السلامي إلى علاقته بالمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، معبرا عن احترامه وتقديره الكبير له، حيث قال: رينارد صديق وأخ، تجمعنا علاقة إنسانية قبل أن تكون رياضية. كرة القدم تلعب خلال 90 دقيقة، لكن القيم والعلاقات تبقى الأهم. تحدثنا بعد المباراة وأتمنى له كل التوفيق في مشواره مع منتخب قوي في كأس العالم، وهو شخص لن أنساه في حياتي. وأكد السلامي أن تركيز المنتخب الأردني سيتحول بالكامل إلى المباراة النهائية، مشددا على أن الهدف الآن هو إنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة والتتويج باللقب. كما وجه الشكر للاعبين على ما قدموه من مجهود كبير والتزام كامل داخل الملعب، مؤكدا أنهم كانوا في مستوى المسؤولية والثقة. واختتم مدرب النشامة تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز جاء نتيجة تخطيط محكم وروح قتالية عالية، مشيدا في الوقت ذاته بأداء المنتخب السعودي، لكنه شدد على أن الانضباط التكتيكي والتركيز الذهني منحا الأفضلية للمنتخب الأردني الذي نجح في فرض أسلوبه والخروج منتصرا نحو النهائي. كان معكم سامي الدغيري من قناة الوعي السياسي. أطيب الأماني، إلى اللقاء.